الفروق الفردية. الفروق الفردية دي كلمة كبيرة وبتطبق على كذا حاجة، مش على النفسية بس ومش على الشخص ومش على المكان. لا، هي بتطبق على المكان والزمان والشخص وكل حاجة، كل حاجة في حياتنا. حتى احنا في حياتنا في فروق فردية، فروق فردية في الوقت، في المكان، في السفر، في الوجود، الناس جنبينا. لكن بنتكلم هنا في الفروق الفردية عن الدعم النفسي. لما يكون حد بيشتكي لك من حاجة وبيجي يطالب منك دعم نفسي. للأسف احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا، الناس بتقيس مشاكل غيرها لما بتيجي تحكيها على نفسها. ما بتراعيش الفروق الفردية، ما بتراعيش السن، مش بتراعي قوة التحمل، مش بتراعي الألم، شدة الألم، مش بتراعي الشخص ده بيمر بإيه أو بيشوف إيه. لا، هي بتقيس على نفسها. لا يا سيدي، مشكلتك دي عادية، مشكلتك دي انت مكبرها على الفاضي. انا مريت بكده وعدت. انا كنت كده زيك والمشكلة راحت وخلصت. لكن الشخص اللي لجأ للدعم النفسي دوت، او بيشتكي لك او جه حكى لك عن الالم اللي جواه، هو مش محتاج يسمع كده، ومحتاج تسمعه. حتى انك تسكت تقول له طيب ان شاء الله تتحل، او باذن الله امورك تبقى طيبه، غير لما تفضل تقول له تندمه اللي هو حكى لك، وتفضل تقول له او تستهون بمشكلته. يعني هو شايف ان انت شايف ان هو مشكلتك، مشاكلك او حياتك اكبر من احساسه بمشكلته هو. او ازاي هو يحس كده؟ ازاي هو يشوف المشكله بالحجم ده؟ هو قدراته شايفه المشكله بالحجم ده، هو مقدرته شايف المشكله بالحجم ده، هو قوته البدنيه شايفه المشكله بالحجم ده. فانا لازم احترمه مشكلته، ولازم احترمه، ولازم اقدر هو ليه شايفها بالحجم ده، لان هو اللي حاسس بيها مش احنا. فبلاش تقيس مشاكل الناس على حياتك. بالعكس، انت ليك حياة وليك ظروف وليك وقت وليك عمر وليك زمن وليك ناس حواليك. ليك ناس بتساعدك، ليك ناس كانت واقفة جنبك. عندك ناس في حياتك كانت بتدعمك، ما كانتش محسساك بالمجهود اللي الشخص حاسس بيه. فدايما لما الناس تيجي تحكي لنا مشاكلها، بلاش نطبقها على نفسنا ونراعي الفروق الفردية اللي فيها. هرمون السعادة.